كتير بنسمع ان اهم حاجة عشان نخس هي عجز السعرات. يا ترى ايه بقى موضوع السعرات عشان ما نأذيش نفسنا؟ لاننا متفقين ان first do no harm. طيب انا النهارده عندي احتياجي من الطاقه في حاجه بسميها بيزل ميتابوليك ريت او BMR بتقابلنا في الانبادي. دي عباره عن ايه؟ دي احتياجي الاساسي من الطاقه لو انا اصلا نايمه وما بتحركش خالص، مجرد ان بس القلب يدق والمخ يشتغل والعمليات الحيويه اللي بتحصل دي بتحتاج حوالي تلتين 3/4 احتياجي من السعرات، او ممكن نقول 65%. انا النهارده لو انا قللت عن احتياجي الاساسي ده، الجسم بيحس ان في حاجه غلط، هو مش عارف يشتغل. ايه بقى الاكتيف ميتابوليك ريت اللي بيكون اعلى منه؟ اللي هو حسب نشاطي، اللي هو بقى عشان اتحرك، عشان اروح، حسب انا رياضيه ولا انا حد مأنتخ خالص ما بتحركش. هنا الصوره دي هتوضح لنا ده ويب سايت بنعرف منه الBMR. بنلاقي ان الBMR بيكون اقل من الاكتيف ميتابوليك ريت او الAMR. الBMR اللي هو الجسم محتاجه عشان يشتغل لو حضرتك ما بتتحركش خالص، لو حضرتك نايم. طيب الAMR بيكون الBMR زائد اللي محتاجه عشان تعمل بقيه الانشطه. بنلاحظ هنا ان انا عندي الBMR كام؟ 1800. طيب الAMR هيكون حوالي 2300 لو حضرتك حركتك قليله. طيب معنى كده ايه؟ ان الناس بقى اللي هي بتعمل لو انرجي دايت وتاخد 800 سعر حراري، ده الجسم هيشتغل ازاي؟ طبعا حضرتك ممكن تتواصل معايا وابعت لك اللينك، تبدا تدخل ادي السن وادي الطول وادي الوزن وبتبدا تقول له كالكوليت. الحسبه دي طبعا بنقول ان هي من 15 ل 80 سنه. بالنسبه للحامل بيكون لها حسبه تانية، لان هي بتبقى محتاجه الطاقه عشان جسمها يشتغل، بالاضافه للطاقه اللي محتاجاها عشان تكون خلايا، بالاضافه للطاقه اللي البيبي محتاجها عشان يتغذى. طيب حد يقول لي طب كده الحامل بقى تاكل كل حاجه؟ لا، الحامل لازم تكون حريصه جدا في اكلها، لان هرمونات الجسم بتساعد على ان جلوكوز الدم يعلى، وبالتالي بتكون عرضه انها تصاب بمرض السكري من النوع الثاني. مش هي بس، لان السكر مش بيعلى في دمها فقط، لكن بيعلى في دم الطفل كمان، وبالتالي ممكن الطفل يتعرض للسكر من النوع الثاني في سن مبكر. طبعا انا بقول المعلومه دي عشان محدش يقول ايه ده الحامل دي ممكن تاخد اي سعرات. حاجه تانية مهمه جدا ان الموضوع مش سعراته بس. طب ما احنا قلنا ان في حاجه عندنا اسمها المايكرو نيوترينز، اللي هي اوريدي الفيتامينز والمينرالز والحاجات دي مهمه جدا، وهي المسؤوله عن انقباض وانبساط العضلات، والفيتامينات هي عوامل مساعده بتشغل لنا الجسم، لكن ملهاش سعرات. فهل انا النهارده دي اخرجها من الحسبه؟ لا، دي مهمه جدا. عشان كده اتكلمنا في موضوع الهرم الغذائي، ان انت تاخد الخضار والفاكهه والحاجات اللي هي بتتظلم في الزحمه دي لما يبقى كل تركيزك على سعراته بس. اتكلمنا عن حاجه اسمها بروبايوتيك وبريبايوتيك، ان احنا عندنا البكتيريا النافعه دي برضو محتاجه غذاء. من الحاجات المهمه برضو ان حضرتك عندك الجرام الدهون 9 سعر حراري، سواء كان بقى زيت نباتي، كان دهون او كان دهون مشبعه، وشتان ما بين كل حاجه من الحاجات دي. فالموضوع مش موضوع سعراته بس يا جماعه. عجز السعرات هو الاساس، بس برضو ليه اصوله اللي لازم نتبعها.